الدنيا هذه أقسم بجلال الله ما تستاهل منك دمعة ولا تنهيده ولا بكاء ولا حسرة، لأنها كلها دار فناء. من اللي بقي أجدادك؟ هل جدي وجدك على قيد الحياة أو والدهم؟ كلها رحلوا وسنرحل، واللي بعدنا سيرحلون، ولو بقيت إليهم ما وصلت إلينا. عندنا يقين أننا نلقى الله. اللي عنده يقين أنه بيلقى الله والله ما يتحسف على هالدار. اللي يروح ما يشوف شر، واللي يجي الله يحييه. ولا تتحسر إلا على طاعة، ولا تحسد أحدا إلا في طاعة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، ورجل آتاه الله المال، هذا يقرأه وهذا ينفقه في الحق. هؤلاء الذين يغبطون. أما ما سواه فما في الدنيا فقد لعن. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. لا بد نفهم الدنيا أحبابي، ومن فهم الدنيا ألا نربط أبناءنا بها كثيرا. بعض الآباء والأمهات أخطأ، يقول: وأنا أبوك افطن لنفسك، أمن مستقبلك. أكبر كذبة صدقناها وصدقها أبناؤنا أن المستقبل فوق الأرض. والله حسرات، المستقبل فوق الأرض يا أحبابي. والله لو كان فوق الأرض إذن اللي ما لقى وظيفة ضايع في النار. والله لو أن الذي لم يتوظف في النار نقول نعم ضاع مستقبله. يا أحبابي المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. المستقبل يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الدنيا جسر، قنطرة تنتقل بها إلى العالم الآخر، العالم الأخير. الدنيا هذه دار له، دار اللعب. الله يصفها أنها لعب. يعني ترى أحبابي هذه الدار دار لعب، ولعب بماذا؟ بالأبدان. ودار له قلوب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقة. لو كانوا يعلمون. اللي ما يعرف أن الآخرة هي الحق ومشغول بالدنيا علمه جهل. لو أخذ الدكتوراه جاهل، لو تكلم اللغات جاهل، اللي يحب لأجل الدنيا ويبغض جاهل، الذي لا يفكر إلا في فلة في الأبها ولا في الرياض، ويعتقد مستقبل أبنائه مضمون بعمارة بناها جاهل. المستقبل الحقيقي يوم تتزاحم مع المؤمنين وأبناؤك بين يديك على باب جنات النعيم، يوم أن تودع جسر جهنم خلف ظهرك. الحسرات يوم تناظر في النار، إذا المرأة معلقة بأثدائها، وبنتك بقرنيها، والابن يهوي 70 خريف وما وصل من الأسرة إلا 1 و2 للجنة، والبقية تقطعوا. نفعهم العمارة اللي من 6 شقق؟ نفعهم فلة بانيها في المنسك، ولا بانيها في الخميس، ولا في أحد رفيدة، ولا غيرها؟ هل نفعتهم؟ أحبابي من الحسرات أن نربي أبناءنا على أن الدنيا هي السعادة، شهادة، زوجة، وظيفة، بعدين مقبرة. هذا مستقبل. يدرس ويتوظف ويتزوج ويموت. الله يا أخي مستقبل ضايع هذا. الكلام يا أحبابي تبني في أبنائك الارتباط بالجنة، اللقاء بذريتك. نحن نريد الالتقاء يا أبنائي في الجنة. اللي نحصل في الدنيا نعمة، نبني بيت لا حرج، نشتري سيارات جميلة، نعم، نلبس، لكن نحن نعتقد أن الذي نفعله كله هذه عبرة، وهذه قنطرة، وهذا له زينة، تفاخر، ولكن في النهاية كله فيء زائل، فيء زائل يذروه الرياح، ينتهي. الدنيا راحلة. الحسرات، كل الحسرات. زوجة تخدم زوجها لأجل يرضاه، مو بيرضى ربي. أب يربي عياله عشان يرضون، مو بيرضى ربي. أب يوقظ أبناءه للمدارس ولا يوقظهم للصلاة. عند الاهتراء في معرفة الآخرة، وأن الدنيا حقيرة عند خالقها. أحبابي من يدري؟ من الذي يعلم حقيقة الدنيا؟ أنا ترى ما أقول نترك الدنيا، لا نعمرها، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الكلام لا تسكن قلبك، لأنك ستتركها. اللي مات اليوم
تصدقون أحبابي من حقارة الدنيا حتى الكفن بلاش ولا لا؟ والله إن الكفن بلاش، والحنوط بلاش، واللي غسلك متصدقين عليك، واللي بينزلك القبر متصدقين عليك، وأهل المساحي اللي نزلوك في القبر ودفنوك متصدقين عليك. حتى أموالنا لن تكفننا ولن تحنطنا، وحتى السيارة سيارة صدقة ينقلونك الناس على ظهور سياراتهم ولا سيارة المغسلة. حقيرة هذه الدار التي يا أحبابي 60 سنة 70 سنة، ثم بعد ذلك أبنائك بعد ما ينزلونك في القبر 3 أيام، لا والله هذا الأولين 3 أيام، الحين من يوم يرجعون ويحطون المفاطيح وكراسي حمر وقهوجي وقدوع وحلا وموية باردة وعصير. إذا دخلت على بعض الناس في العزاء وش تقول؟ الله يبارك لهم ويجمع بينهم في خير. قال يا مسلم ذا وفاة، هذا عزاء، والله ما فرقنا بين العزاء وبين الفرح. صارت وبعضهم مبسوط وبعض عيالك ينكتون عليهم، وبعض عيالك وانت منزل في القبر قاعد مشغل الواتساب. الله لا يسلط علينا هذا التعب 70 سنة وانت تجمعها لهم، ثم بعد ذلك نسوك. نعم سينسونك، أنت اللي ناسي نفسك فوقها. لذلك السعيد كل السعادة، الحي كل الحياة، الذكي كل الذكاء، الحصيف كل الحصافة، هو الذي لا يعطي الدنيا إلا قدرها ويربي ذريته على أن اللقاء الأخير هو الحياة. الحيوان، ما معنى الحيوان؟ وإن الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقة الدائمة الباقية التي لا تزول.